نزلت من فترة فيديو عن القطرة بتاعة العربية، ولقيت كمية كومنتات كبيرة جدا بتتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا. تأمين العربيات في السعودية بيرفع ايده من اي حادثة عربية تكون العربية فيها مركبة القطرة دي. يعني تخيل يكون في واحد لابس فيك من ورا ويكون هو اللي غلطان، والتأمين بتاعه ما يرضاش يصلح لك عشان انت كنت مركب القطرة دي في عربيتك. وبصراحة قررت اعمل الفيديو ده علشان السنين اللي فاتت حصل تطور رهيب في نظام المرور في السعودية، اللي كانت من اكتر الدول في العالم اللي عندها حوادث مرور بسبب التفحيط والسرعات الجنونيه في الشوارع. وده اللي خلى الحكومه تعمل اجراءات قاسيه جدا عشان تظبط المرور في الشارع السعودي. بقت الرادارات والكاميرات متروسه في كل حته في الشوارع، من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، ومخالفات المرور بتقطم الوسط فعلا. تخيل الاشاره لو كسرتها تدفع 3000 ريال، يعني تقريبا تلت مرتبك لو انت من الفئه المتوسطه، وده لمجرد بس ان انت كسرت اشاره. وعجبني قوي موضوع المخالفات اللي بالتفصيل. يعني مثلا لو طريق اقصى سرعه فيه 120، اللي متخطي السرعه وماشي 140 يدفع مخالفه، واللي ماشي 180 يدفع مخالفه بسعر تاني مختلف. المرور اتنقل من عشوائيه كليه ومخالفات لا حصر لها وحوادث من ابشع الحوادث اللي ممكن تشوفها، لتنظيم وامن وامان ملهوش مثيل. تخاف تكسر من حاره لحاره تانيه بدون ما تدي اشاره، لا تلاقي عربيه مرور سري جايه من وراك وبتوقفك وتدي لك مخالفه عشان بس قررت تنقل من حاره لحاره بسرعه ومن غير اشاره، او تنقل حارتين في وقت واحد. وزيد على كده التامين الاجباري اللي على السيارات، اللي موجود في ايد شركه واحده وبتديره بكل احترافيه وحزم في نفس الوقت. مش هقول لك بقى عربيتك اتخبطت او عملت حادثه، لا، ده لو عربيتك اتحكت حكه بسيطه جدا وهي مركونه، هيجيبوا الكاميرات اللي في الشارع ويعرفوا مين عمل كده وتاخد تعويض محترم. فما بالك بالحوادث بقى؟ حقيقي نموذج ناجح ومشرف. نيجي بقى لمصر، اللي مش هنكر ان في تطور كبير في منظومه المرور في الشارع، واللي حصل عندنا دلوقتي احسن بكتير جدا من زمان، والسواقه في الشارع في تحسن مستمر. بس نفسي اتجاه نظام الرادارات والمخالفات يبقى اقوى من كده، والمخالفات تزيد على السرعات الجنونيه في الشوارع مش بس الطرق الرئيسيه، وتتوسع من مخالفات الحزام والموبايل وتوصل لحاجات تانية، زي اللي ماشي براحته على الشمال، زي اللي ماشي ومش واخد حاره، زي اللي ماشي وعمال يغرز ما بين العربيات وممكن يلبس في واحد ملوش ذنب يبهدل له عربيته. لازم يكون في مرور سري في الشارع يظبط المواضيع دي. ده غير كمان ان انا نفسي ان المخالفات تبقى متفصله. يعني حرام واحد ماشي 180 او 190 على طريق سرعته 120 يدفع مخالفه زيه زي اللي ماشي 125. وما دام هنتكلم على الحارات يبقى لازم نتكلم على الطرق والتخطيط اللي عليها والعلامات التحذيريه. زي ما الطرق الجديده بتتخطط والحارات بتترسم عليها مظبوط، لازم الموضوع يمتد كمان للطرق القديمه. وكمان النقل ما يخرجش على الطرق من غير ما يغطي حمولته، علشان الزلط اللي بيفضل يقع منه يبهدل الطريق ويبهدل العربيات اللي حواليه. تبقى ماشي في امان الله وتلاقي طوبه جايه راشقه في الازاز كسرهولك. هي دي المخالفات اللي نفسي تتطبق في الشارع، مش بس مخالفات السرعه والحزام والموبايل. هي دي اللي هتخلي السواقه امن واسهل وما تحملش همها. انا شايف اننا ماشيين على الطريق الصح لضبط الشارع والمنظومه بشكل عام، بس يا ريت نوصل اسرع من كده شويه. لو عندكم مقترحات نفسكم تتعمل في شوارع مصر عشان تبقى احسن واحسن، اكتبوها لي في الكومنتات.